مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم لمتابعه ملخص الجوله الاولى مباراه الاتحاد الرياضي التورقي والمغرب الرياضي الفاسي. الشوط الدقائق الجوله الاولى بحث من خلالها مع البدايه فريق الاتحاد الرياضي التورقي اللي ضاق في مناطق المغرب الرياضي الفاسي حاول من خلال بعض المناورات الهجوميه لم يكن موفقا في تهديد مرمى الحارس عبد العالي المحمدي باستثناء هذه الكره التي وجدت عبد العالي المحمدي. الماس سيرد من خلال هذه الكره بعد التمريره هذه اللقطه الاولى الهجمه الاولى التي وجدت عبد الرحمن الحواسي بعد خطا من عناصر الاتحاد الرياضي التورقي على مستوى التمرير، ثم جاءت بعد ذلك الكره الثانيه كره كانت بينيه على المقاس خطا على مستوى الابعاد. محمد بدوي يسجل الهدف الاول منذ الدقيقه 18 لفريق المغرب الرياضي الفاسي. الاتحاد الرياضي التورقي جرب خلال بعض البناءات الهجوميه وكذلك الكرات الثابته لكن لم ينجح في تعديل النتيجه 1-0 نتيجه الجوله الاولى. تحيه طيبه اهلا وسهلا بكم لمتابعه ملخص الجوله الثانيه مباراه الاتحاد الرياضي التورقي والمغرب الفاسي. الاتحاد الرياضي التورقي الذي بحث من اجل العوده في نتيجه المباراه في هذه الجوله الثانيه. نتابعون بعض الفرص لفريق الاتحاد الرياضي التورقي. عرضيه هنا بضربه راسيه متابعه من عبد العالي المحمدي. فريق المغرب الفاسي جرب من خلال الكرات الثابته كان شغل الشاغل ان يبحث عن الهدف هدف اخر. هنا ابرز فرصه من طرف الياس الحداد مرت جانبا خطا يظهر بالشديد اخطا على مستوى التمرير. هذه تقدم من جانب لاعب الاتحاد الرياضي التركي إريك مونغوسوم والهديه لا ترفض من محمد بدوي الذي تمكن من زياره الشباك وتسجيل الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي الفريق المغرب الفاسي في حدود الدقيقه 54 بعد ما كان الهدف الاول في حدود الدقيقه 18. هدفين دون مقابل من توقيع محمد بدوي يرفع حصيلته التهديف الى 3 اهداف. بعد ذلك طريقه كانت مؤديه نحو مرمى الحارس عبد العالي المحمدي مع بعض الفرص التي اتيحت لفريق المغرب الفاسي ودائما الخطوره من البدوي والمتابعه هنا من طرف الحارس عبد الرحمن الحواسي. هنا لعبت الكره بشكل جميل تسديده لكن لم تكن بالمؤثره وتضيع الفرصه على الاتحاد الرياضي التركي. هدايا تقدم من جديد لفريق المغرب الفاسي لانطلاقه من البدوي بالاشياء اليسرى محاوله استغلال هذا البناء الهجومي المرتد والحارس عبد الرحمن الحواسي في المكان المناسب. سددت الركله الركنيه بضربه راسيه هنا من نبيل مربوق فوق الخشبات الثلاث. هنا دارت الخطوره والفرصه جاءت من خلال ركله جزاء سيعلن عنها الحكم بعد مشاوره مع غرفه الفار. يعلن عن ركله جزاء يتم استثمارها من جانب امين سحسوح في حدود الدقيقه 90. تسجيل الهدف هدف رفع من معنويات الاتحاد الرياضي التركي الذي كاد ان يفعل بهدف في اللحظات الاخيره من المباراه بعدما اتيحت فرصه لفريق الاتحاد الرياضي التركي لتعديل النتيجه. وجدت حارس اسمه عبد العالي المحمدي. تنتهي المباراه بفوز مهم للمغرب الفاسي هنا بقلب العاصمه الرباط على حساب الاتحاد الرياضي التركي.